مفيش حد حكم مصر إلا واستعان بالراجل ده. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف. في ناس كتير بتعتقد إن داهية الحكم في مصر قبل ثورة يوليو 52 هو أحمد حسنين باشا اللي كان رئيس الديوان الملكي، إنما الحقيقة إن الداهية الأكبر كان علي ماهر باشا. الراجل ده كل من حكم مصر استعان بيه، سواء في الملكية أو الجمهورية. علي ماهر باشا هو سياسي مصري من طراز فريد، شارك في بدايات حياته في ثورة 1919، وبعدها كان الممثل الشخصي للزعيم سعد زغلول وللوفد المصري في لندن. وخلال حكم الملك فؤاد تولى علي ماهر عدة مناصب وزارية، كان منها المعارف والحقانية والداخلية والخارجية، ثم رئيس وزراء مصر عام 1936 وكمان في سنة 1939. إنما الأخطر إن علي ماهر هو اللي استقبل الملك فاروق بعد وفاة أبيه وعودته إلى مصر، وكمان علي ماهر هو اللي ودع الملك فاروق عام 1952. دورين أخطر من بعض لعبهم علي ماهر، إنه كان همزة الوصل بين الملك فاروق والألمان خلال الحرب العالمية الثانية، وكمان هو الداهية اللي لفت نظر الملك فاروق إن جماعة الإخوان ممكن تلعب دور سياسي، وكان الاتفاق الكبير بينه وبين حسن البنا. وبرغم كل ده أول واحد وثقوا فيه ثوار يوليو عام 1952 هو علي ماهر باشا، وجابوه رئيسا للوزراء. كمان كان علي ماهر هو شاهد في محكمة الثورة ضد كل السياسيين قبل 52. عشان كده كانوا دايما بيقولوا على علي ماهر باشا هو رجل الأزمات، نظرا لحنكته السياسية وقدرته على خلق أفكار جديدة وحلول جديدة. علي ماهر باشا توفي بعد كل هذه الرحلة خارج مصر في جنيف في 25 أغسطس عام 1960. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.